انا هتكلم بس قرب. انا هتكلم خش على اقرب عليا. طبعا ادينا شايفين الميدان مره تانية رجع برضو يبوظ، ورجعت البياعين متجولين تاني، بياعين جائلين، ورجع النظام ده تاني. بسبب ايه؟ بسبب الاحكام والقرارات اللي بتطلع على موقعة الجمل بان كلهم يطلعوا براءة، وكل من قتل اي واحد متظاهر طلع براءة ثوري. يبقى مين اللي قتل الناس دي؟ عايزين نعرف. المخابرات تقول لنا، ولا التحالات العسكرية، ولا المباحث، ولا الامن الوطني، ولا مين المسؤول عن كل دول؟ اما مين؟ يبقى عار على مصر اللي ما نعرفش ده مين. يبقى اي حد يستهدف البلد وما نعرفش ايه اللي يحصل البلد، يستهدف امن البلد ونقول ما نعرفش ايه البلد. فقرة النائب العام حالا. النائب العام اقيل. النائب العام اقيل حالا. طيب يعني لما يحصل كل ده يبقى ايه؟ وتعيين مين؟ يبقى احنا نقول ايه باللي بيحصل؟ يعني نقول ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ ده طبعا مشكلة جامدة جدا. ده كل اللي بيحصل ده. نجيب بقى حد يحرس البلد، ونجيب قوات امن اسرائيل، ونجيب قوات امن تاني تعرف تحمي بلدنا. يعني لما نجيب الاسرائيل هي تعرف تحمي بلدنا، نجيب مصدر اسرائيلي يعرف يطلع لنا مين اللي بيعمل في مصر كده. لما اذا كانت المصريين مش قادرين ده، يبقى نجيب بقى ايه؟ يبقى نجيب مين؟ نجيب اسرائيل تقعد بقى هنا بقى تمسك مكان التحريات والمخابرات والمباحث، المباحث المدنيه ديت المباحث. يبقى ازاي ده؟ مباحث تنفيذ ولا كل ده؟ التحريات اللي بتجيب المفروض تجيب مين اللي قتل المتظاهرين. يبقى دام مصر مش قادره كده يبقى نستعين باسرائيل احسن. يعني شوف كده نستعين باسرائيل احسن. شوف يا عم، صور المناظر دي، صور المناظر دي تاني، صور المناظر اللي بيحصل ده، اللي بيحصل. احنا النهارده يوم 11 9 يوم 11 10 يعني نحتفل باكتوبر. لا نطلع نحتفل فعلا بالناس اللي تاخد براءات. بعد ما يقعدوا ينجلوا الميدان تاني ويصلحوه كل شويه، لا يحصل خراب تاني. هم وراهم غير الخراب. هي البلد دي مش عايزه تنضف ليه يعني؟ هو مين اللي يقصد ده في البلد ما تنضفش؟ لما نوصل كل شويه بالطريقه دي لحساب مين؟ لصالح مين بقى؟ لصالح مين؟ مفيش قرارات طالعه ولا فيها لا ضبط ولا ربط البلد. ما فيهاش ضبط ولا ربط. مين يظبطها ويربطها البلد دي؟ حرام اللي احنا بنعمله للبلد والبلد تضيع كده. صور المناظر اللي هناك دي، صور كل ده.